والله أنا أعتقد اللي يتحدث عن العلماء لا يحصد سوى سوء العاقبة. العلماء ورثة الأنبياء. أي وحدة اثنين، أنا اللي أعلم العالم تكليفه الشرعي، شو وقت يحكي، شو وقت يقعد، شو وقت يقول، لا. يعني أنت إذا تعترض أنه مثلا العالم ما يحكي، هو اعترض على الإمام الحسن. الإمام الحسن 10 سنين ما تحدث. صلح ماذا؟ صلح الحسن مع معاوية بن أبي سفيان. فينا إمام ناطق وفينا إمام صامت. هو الإمام يقول منا أو فينا إمام ناطق ومنا إمام صامت. 10 سنين الإمام الحسن ما يحكي والحسين أيضا ما يحكي. لكن بعد ماذا؟ قتل الحسن تحولت القضية إلى الإمام الحسين. تكليف الإمام الحسن ما يحكي. بس أنا شنو يعني وضعي مثلا حتى أجي أعلم العالم تكليف الشرعية؟ ليش هو شنو ما يعرف أنه سوف يقف بين يدي الله؟ زين العالم شنو ما مر عليه روايات، ما قاريها، ما متفحص بها؟ حتى مثلا أنا وأمثالي نجي نعلم العالم تكليف الشرعي؟ لا. أنا أعتقد وهذا رأيي الشخصي أنه الذي يدور في هذه المسائل لا يحصل سوى الندامة وسوى ماذا؟ وسوى سوء العاقبة. لذلك علماء أمتي، النبي يقول زين علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل، الراد عليهم كالراد على الله سبحانه وتعالى، كالراد على الله. زين فيعني رسالة، حاول أنه تشتغل في يعني عيوبك ويا روحك، اقعد وحاسب نفسك. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن. لأن هذا الدين ما استقام ولم يقف إلا بماذا؟ بالعلماء. أنا أستغرب، طيب هاي الروايات إحنا منين جتنا؟ هاي الكلمات منين جتنا؟ هالمؤلفات منين جتنا؟ هالأحكام الشرعية منين جتنا؟ يجي واحد يقول لك مثل العالم الفلاني ايش قدم؟ عجيب، ايش قدم؟ انت هسه كل يجوز 50 سنة يطلع لنا مجتهد واحد، كل 100 سنة. زين هاي المكتبة الآن، هذا الكلام اللي قاعد نسولف به، درر أهل البيت، كلمات أهل البيت، من الذي جاء بها؟ جاءوا بها على طبق من ذهب. قاعد أحد العلماء شاد رقبته بخيط بالسرداب حتى منين نعس يجر الخيط. ليش؟ وكان يأتون بالمسائل الشرعية وبالفتاوى الشرعية أنا أستغرب يعني. فنسأل الله العفو والعافية والهداية لجميع الناس. فإذا أيها